السلام عليكم. فكرة الإطعام، الحمد لله يا رب، الحمد لله ربنا كرمنا وعملنا الإطعام. المفروض إن أنا كنت هعمل ل110، فدول 115 أسرة. 115 أسرة في 4، فما شاء الله العدد عدد كبير كبير، يعني لو الأسرة 4 تنفار العدد كبير جدا، الله أكبر. طبعا ده بيتي، أنا ما عنديش مكان للأسف للشغل احط فيه الشغل. المهم ان انا بقالي اكتر من 47 يوم انا مش بشتغل. الحالات بتاخد فلوس بس بسبب الازمه اللي انا كنت بمر بيها ومرض بابا ووفاته، ربنا يا رب يرحمه ويسامحه ويرحم امواتنا جميعا. المهم، انا ظلمت الحالات كلها حقيقي. للاسف هم اللي كانوا معتمدين على الله وعليا في الاطعام وفي حاجات كتير، بس ظلمتهم لان انا كان عندي ظروف كانت صعبه وكنت بمر بيها وما كانش ينفع اسيب بابا خالص. رجعت تاني، فعشان ما اظلمش حد، ولدي بعمل 30 اسره في 3 4 اسر لازم ياخدوا في كل اطعام بسبب ظروفهم، ارامل، مطلقات، عايشين لوحدهم، مش عارفه ايه. فلا، كان لازم اراضي ال110 اسره او ال115 اسره. على فكره دول من غير عاملات دار الهدايه، ودول في منهم 20 حالات الفلكي، الحاج بهاء، 20 منهم حالات مصطفى العصافرة. يعني حالاتي انا والله العظيم مش كلهم، مش كلهم هياخدوا برضو، هنشتغل تاني عشان نراضي حالاتي برضو. المهم، اللي كان لازم اعمل كده، وكان لازم اشتغل شوية حلوين وكتير علشان علشان الحالات تتراضى. بس 110 مش كتير علينا خالص، احنا نعمل اكتر من كده، بس انا خلاص تعبت ومفيش مكان في التلاجات والله. هوريهم لكم دلوقتي وهقول لكم الاطعام. معظم الناس مطلعه الايه، هوريكم برضو اهو. 100 و 115 اسره، ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. ربنا يا رب يبارك ويزيد. فلوس المكرونه لسه ما جاتش، جت حق كرتونه واحده بس. هطلع النهارده 20 اسره، وبكره هطلع وبكره هطلع بقيه الاطعام مع الشهريات. في طبعا جزء كبير قوي قوي اطعام حبا في الله سبحانه وتعالى، وجزء تاني طالع بنية ربنا يصلح حال ابن صاحبتي يا رب، ويهديه ويصلح حاله ويبعد عنه شر الناس يا رب يا رب، ويفك همها وكربها ان شاء الله. وجزء تاني طالع بنية رحمة ونور على والدة صديقي، ربنا يا رب يرحمها ويسامحها ويجعل عملك الطيب كله في ميزان حسناتها يا رب، ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب. والباقي انا ما اعرفش النوايا. فالمهم ان احنا مكملين في الاطعام، واجر الاطعام عظيم عظيم، وان شاء الله ان شاء الله هنكمل فيه. دول 115 اسره او 116 اسره، مش كتير علينا، احنا نعمل اكتر من كده بكتير بكتير قوي. جزاكم الله خير الجزاء.